في النجاح والاستثمار في البيزنس وفي الحياة العملية والحياة العادية، سواء في العلاقات مع نفسي أو مع غيري، في مبدأ جميل من مبادئ ربنا بتساعدك ازاي تفهم ازاي تنجح في أي حاجة انت عايز تعملها. ربنا لما بيكلم اللي دخلوا الجنة وبيقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وخلينا نتكلم ان يعني كلام ربنا دايما جزء منه هنا وجزء منه في الاخره ان شاء الله وما ندخل الجنه. فما بتبقى عايز تدخل جنه الدنيا، سواء جنه العلاقات او جنه البيزنس او جنه النجاح، دايما في حاجه هتعملها الاول علشان توصل للمكان اللي انت عايز توصل له. فلو انت عايز تنجح في علاقه معينه، محتاج ان انت تستثمر وقت ومجهود وفهم ومعاملة وحاجات زي كده. محتاج ان انت تنجح على مستوى ان انت تزكي نفسك او تتطور او تتحسن او تحسن من نفسك. محتاج ان انت تتعب وتذاكر وتجتهد على نفسك وعلشان نفسك علشان تقدر توصل للحتة دي. طيب محتاج انجح في بيزنس، محتاج ان انا اتعب في ايام في الاول واعمل مجهود واشتغل واسهر واطور واعمل واحل مشاكل. كل الكلام ده بعمله علشان اوصل للمرحلة اللي اقول فيها انا قدرت احقق الحاجة اللي انا عايز اعملها. وطبعا ربنا بيدينا امثال علشان خاطر نفكر فيها فنحاول نطبقها في حياتنا فنقدر ان احنا ننجح. فلو انت عايز تنجح في استثمار معين، عايز تنجح في علاقة معينة، لازم تستثمر فيها. سواء بقى الاستثمار ده زي ما قلنا وقت ومجهود، سواء بيزنس هتستثمر فيه فلوس، سواء حاجة معينة. فانا هعمل حاجة واصبر لمدة معينة وبعدين اوصل للحاجة اللي انا عايزها، فابقى مبسوط، ابقى في الوقت ده ينطبق عليا كلام ربنا ويتحقق ده في حياتي، اللي هو انا وصلت لنتيجة حلوة، والنتيجة دي نتيجة للي انا عملته في ايام قبل كده سابقة. فانا جاي اقول لك النهاردة لو انت عندك حاجة معينة عايز تعملها على اي جانب من جوانب حياتك، خليك عارف ان انت هتدفع تمن الاستثمار بتاعك الاول علشان تجني الثمار في الاخر. فلله المثل الاعلى، ربنا ضرب لنا من كل شيء مثل علشان نفكر فيه ونحاول ان احنا نستخدمه في حياتنا. وده اللي انا كنت عايز اقوله النهاردة. لو مهتم تعرف عن المحتوى ده اكتر وازاي تحاول تطبق كلام ربنا في البيزنس والحياة، ممكن تتابعني ونكمل مع بعض سلسلة الفيديوهات اللي بعنوان بصيرة، علشان يساعدنا المحتوى اللي فيها ان احنا نكون احسن.